تخيلوا معايا ست كان كل حلمها تبقى مشهورة، بنت صغيرة مش شايفة نفسها غير تحت الأضواء، بس بدل ما الشهرة ما تفتح لها أبوابها لقت طريق تاني أغمق بكتير. مطربة بوب في ماليزيا في الثمانينيات، وبعدها تحولت لساحرة بتدعي إنها بتتعامل مع السحر الأسود. لسياسيين، رجال أعمال، وحتى ناس من كبار المسؤولين كلهم لجأوا ليها عشان وعدتهم بالفلوس والنفوذ. بس ورا الابتسامة الغامضة دي كان في سر أبشع بكتير، سر جريمة قتل سياسية مرعبة خلت اسمها يفضل لعنة في تاريخ ماليزيا. دي قصة منى فندي، المغنية اللي بقت ساحرة وانتهت حياتها على حبل المشنقة. في سنة 1956 وفي مدينة صغيرة اسمها كنغان شمال ماليزيا اتولدت بنت اسمها مازانا اسماعيل. اتربت وسط أسرة بسيطة، ما كانوش أغنياء ولا مشهورين، لكن عندهم عادات محافظة جدا. من وهي صغيرة كانت مختلفة، بتحب تلفت الانتباه، كان عندها خيال واسع جدا وبتحب الغنى والرقص. في المدرسة كان زمايلها كان شايفينها غريبة، مرة تلاقيها بتغني وسط الفصل كأنها واقفة على المسرح، ومرة تحلم تبقى راقصة باليه مائي، لكن جواها كان في حلم واضح وهو الشهرة. كانت دايما تقول أنا لازم أبقى مشهورة، الكل لازم يعرفني. ولما كبرت شوية دخلت مجال الغنى، وفي الثمانينيات عرفت إزاي تطلع على المسرح لأول مرة. في الوقت ده اتجوزت وطلقت مرتين، واخيرا اتجوزت محمد نوح افندي عبد الرحمن اللي كان عنده ساعتها 44 سنة. الراجل ده حبها جدا وكان مستعد يعمل اي حاجة عشان يرضيها. ساعتها اغراها بالفلوس والشهرة وقال لها هعمل لك البوم ليكي وهخليكي تتشهري. ساعتها اختارت لنفسها اسم جديد وهو منى فندي، اسم غريب ومختلف، وهي كانت شايفة ان الاسم ده هيفتح لها باب الشهرة. وساعتها جوزها ساعدها وعمل لها اول البوم، واخر البوم عملته كان باسم ديانا واحد، لكن للاسف الالبوم فشل، الجمهور مهتمش والاعلام مركزش معاها. منى اتصدمت لانها كانت شايفه ان ده دورها الطبيعي في الحياه، انها تبقى مشهوره. محمد فندي جوزها هو اللي ساعدها تتحول من فنانه فاشله لواحده من اشهر الدجالين في ماليزيا. منى ساعتها قالت لنفسها لو الشهره مش هتجيلي بالغنى يبقى انا اخلق لنفسي شهرتي بطريقه تانية. ومن هنا دخلت عالم السحر والشعوذه، بدات تعرض خدماتها كساحره بتتعامل مع قوه غريبه، وقالت انها تقدر تجلب الحظ وتفتح ابواب الفلوس وتقوي النفوذ. وهي كانت كاريزما، كان عندها شخصيه، مع لبقتها في الكلام الناس صدقتها. الغريب ان اللي صدقها ما كانوش ناس عاديين، لا كانوا سياسيين كبار ورجال اعمال وحتى ناس في السلطه، لدرجه ان في اشاعات قالت انها اتعاملت مع وزراء ومسؤولين كبار جدا. فلوس كتير جدا ابتدت تنهال عليها. هي وجوزها اشتروا بيت كبير وعربيه غاليه وذهب ولبس غالي، بقوا عايشين حياه ملوك. كل ده من وعودهم الكذابه بالسحر. لكن اخطر زبون جالهم كان سياسي اسمه مازلان ادريس. ده كان راجل عضو برلمان وكان عايز يقوي مكانته اكتر، يوصل لمناصب اعلى. ادريس لجأ لمنى وفعلا دفع لها مقدم كبير، وهي وعدته بالثروه والسلطه. قالت له انها تديله اغراض سحريه كانت مملوكه للرئيس الاندونيسي السابق، وطلبت منه ساعتها حوالي 2.5 مليون رينجا بعملتهم، يعني في الوقت ده كان ممكن يساوي تقريبا مليون دولار. ادريس صدق وفعلا دفع ادريس 500 ألف كتأمين، واداها ملكية 10 أراضي كضمان عشان يبقى مجموعهم 2 مليون. لكن لما ما شافش أي نتيجة ابتدى يتوتر، وفي اللحظة دي منى خططت مع جوزها وشريكهم اللي كان اسمه حسن لأسوأ حاجة ممكن تحصل. وفي ليلة 18 يوليو 1993 منى وجوزها قالوا لإدريس إنك لازم تيجي البيت عندنا عشان لازم نعمل طقوس وتعاويذ عشان يتحقق مرادك. والبيت ده كان في وسط الغابة، الجو كله هناك كان غامض
حتى شكل البيت، والبيت كان مليان بالبخور. المهم ان ادريس افتكر انه داخل على جلسه سحر هتفتح له ابواب المجد، ومنى ساعتها قالت له نام على الارض. منى ابتدت بالطقوس، كلام مش مفهوم، وورد حواليه وهو نايم وحواليه ميه، وفجاه منى قالت له غمض عينك ولما تفتحها هتشوف الفلوس نازله عليك من السماء. لكن اللي نزل ساعتها كان فاس، ضربه قويه جدا على رقبته، وبعدين ضربه تانيه وتالته لحد ما مات. وبعدها جثته اتقطعت لاجزاء، اتقطعت ل 18 جزء، وبعدين دفنوه في مخزن جنب بيت منى. الجريمه دي كانت بشعه لدرجه ان المحققين ما قدروش ينسوا المنظر. المهم بعد اختفاء ادريس عيلته بلغت الشرطه. بعد قتله بفتره منى سحبت من حسابه في البنك 300,000، وفي تقارير اثبتت ان منى اشترت عربيه مرسيدس جديده وعملت عمليات تجميل. وفي 22 يوليو سنه 1993 وبالتحقيق والادله كلها ودت لبيت منى. ويقال ان السبب في كشفهم المساعد بتاعهم حسن، انه كان ماشي في يوم من الايام والبوليس قبض عليه بتهمه المخدرات، فلما اتاخد الاسم افتكر ان البوليس عرفه وقبض عليه بتهمه القتل، وفضل يهلوس بكلام عن ادريس. ساعتها استجوبوه وفضلوا مركزين معاه لحد ما دلهم على كل حاجه. المهم انهم راحوا لبيت منى، وهناك اكتشفوا الكابوس الحقيقي، بقايا الجثه وادوات الجريمه واثار الدم. منى وجوزها اتقبض عليهم ساعتها، وبدأت المحاكمة. وهنا ماليزيا كلها وقفت، الإعلام اتجمع، الصحف كتبت، التلفزيون نقل. لكن أغرب حاجة كانت تصرفات منى. الست دي كانت مبتسمة طول الوقت، تضحك وبتتكلم بهدوء كأنها مش متهمة خالص. لبسها مبالغ فيه، ميك اب تقيل، ابتسامة مرعبة. الناس لقبوها بابتسامة الموت. المحاكمة دي أثرت جدا على البلد لدرجة إن الحكومة الماليزية بعدها ألغت نظام المحلفين، لأنهم شافوا إن الإعلام أثر عليهم في قضية منى فندي. بعد جلسات طويلة الحكم صدر، الإعدام شنقا لمنى فندي وجوزها وحسن شريكهم. بس الغريب إن في السجن منى ما اتغيرتش، كانت بترسم وتغني وتتعامل بابتسامة كأنها مش مستنية حبل المشنقة. حتى وهي عارفة إن النهاية قربت كانت ثابتة. وقبل الإعدام طلبت وجبتها الأخيرة، كانت عايزة تاكل وجبة فراخ. كلت بكل هدوء كأنها قاعدة في مطعم عادي، ولا كأن حبل المشنقة مستنيها. وفي يوم تنفيذ الحكم مشيت بخطوات ثابتة وابتسامتها لسه على وشها، وكان آخر كلماتها كانت عبارة أكو تيكن ماتي، ومعناها أنا لن أموت أبدا. وبعدها اتعدمت هي وجوزها وشريكهم، لكن اسمها ما ماتش. لحد النهاردة قصة منى فندي بتتقال كواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ ماليزيا. مغنية فشلت في النجومية لقت نفسها في السحر والشعوذة، وانتهت على حبل المشنقة بابتسامة باردة. وهنا انتهت القصة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان ده بيشجعني ان انزل فيديوهات باستمرار. تصبحوا على خير، سلام.